لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. مرزان خوش حالم لواني 1386 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيمه وخزمتان بمبست رزامندي رب العالمين وهي وادان مئوي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بەڵێ خۆشەویستان، اینجا خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا چەند ئاەتێکدا باس لە ئەبول ئەنبیا دەکا، سەیدنا ئیبراهیم عەلەیهی السەڵاتو وەسەلام. دیارە مناسبەیە ئەو ئاەتانە لەگەڵ ئەوانە پێشووتر وەکو ئیمام ڕازی دەڵێ لما بين الله تعالى بالدلائل لا كان بيشوتر خواي قرباني كرب بلقوا أنه لا معبود إلا هو سبحانه هيز برستاش بحق نية تنها أو ذات نبي، وأنه لا يجوز عبادة غيره تعالى البتة ببلقوا سلمان تنها أو شان برستني غير الله تعالى يجزر رشان برستني النية. إنذا حكى عن إبراهيم عليه السلام مبالغته في إنكار عبادة الأوثان. إنزا ليردا لباسي إبراهيمي باسي أودكا كوا إبراهيم وكو أبو الأنبياء زور إنكاري برستني بتوصن مكان دكا أبي حيان ضلي. وأيضا لما ذكر الله تعالى التعجيب من الذين بدلوا نعمة الله كفرا كاتك خواي سبحانه وتعالى كان بيشوتر بصيغي سرسرمان باسي لكساني كركوا برهنبر بنعمتكان خوي لزياد شكر بكن كفر دكان وجعلوا لله أندادا وهلها أوانكوا الشريك يان بريار دالبو الله تعالى كأوانيج بتايبتي قريش أوانيكوا شوين كوتي قريش بون أواني اتخذوا آلهة من دون الله أوانيكوا فرستراي بنا حق يان بريار دالبو غير الله تعالى. وكان من نعم الله عليهم إسكانه إياهم حرمه يتريق لنعمة كان خواهي يقولوا بتايبتي لسر قريش أو بك خواهي يقولوا أواني لو حرمي نشتجي كردبو حرمي مكي أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم لو يليردا باس لأصل أوان دكاكوا لإبراهيم وباش كوتين عليه الصلاة والسلام، وأنه صلوات الله عليه دعا الله تعالى أن يجعل مكة آمنة. يتر ليردا باس لو دكاكا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاء دكا ولخواي يقول باريتكوا أو مكة بجيري بجيجايتي جيجاي أمن أمان بي، ودعا بأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. وهذا الدعاء ذكا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كوا نوكاني دور بخات وأخواي قول سبحانه وتعالى عبادة كرني بتو صنم، وأنه أسكنه وذريته في بيته. وهلها خواي قول سبحانه وتعالى إبراهيم وكان إبراهيم ليندر نشتذكر لو حرمي ليعبدوه وحده بالعبادة التي هي أشرف العبادة وهي الصلاة. كواتا دعاءك يا رب إخوة منا وكانم ليرة نشتزيدكم تاوكو أوفر عبادتي يعني لبوتوبي بتاكو تنيا وبتايبتيش أشرف عبادة كنويجا لينظروا في دين أبيهم تاوكو بيريك بكنوا. طبعا أنا بفخر شانازو ديانقو إما لسر بقاي دين إبراهيم ديبها بيريق لبابيان إبراهيم بكنو، وأنه مخالف لما ارتكبه من عبادة الأصنام. دين إبراهيم زور مخالفة لقال أويك وأوان دان هنا لعبادة كذبة الصنم مكان فيزدجروا ويرجعوا عنها تاوك بيريق بكنو بخودا بسنوا وهاز لو كاره عليها بينا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا
وتذكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي بك إذ قال إبراهيم كاتك وإبراهيم فرمي ربي أي پروردگاره اجعل مكة حرما آمنا لأهلي وسكانه يا ربي خوايا أو مكة بجري بجيگایەکی ئەمین لە بۆ ئەهل و ئەوانەی کەوا نیشتەجێی ئێرەدم و ئەوانەی دێنە ئێرە خوایە ئەو حرمەتی پێ ببەخشە و ئەمن و ئەمانی پێ ببەخشە اجعل هذا البلد وەکو سەمعانی دەڵێ هذا البلد طبعا بإجماع ما بس لێرە مەکەیە رازي وشوكاني دەڵێن قدم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده كاتي يكم دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أويكوا يا ربي خوايا أمن وأمان بوزي قايب بخشي أو زدوا باسيشتي تردكا وداوشتي تردكا وذلك يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات لو يداوي أمن وأمان دكا أو بلغير سر أويكوا لبيشي أو يداوي هيش تشكب داوي أمن وأمان لبو منطقة دكا لبل أو بلغير أمن وأمان قورترين نعمته خيرة قورترين نعمته خوشية وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به هيت شتيق لمصلحة كاين دين ودنيا زي بزينا بمقر بأمن وأمان نبي فإنه إذا انتفى الأمن سكاقر أمن وأمان نبي لم يفرغ الإنسان لشيء آخر من أمور الدين والدنيا أقر أمن وأمان نبي مراسين إنسان ناتواني هيت شتيق لكاروباري دين ودنياي زي بزيبك وهروا على رازي وخازن دهاتي دلي برسيارك لريدة بيش أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مكة آمنة دعوة ذلك الأخوة قوركوا أمن وأمان بوزي قاب بخشة إلا أنه قد وقع فيها ما أخل بالأمن والله لما داري تأركة مشاهدكي اشتواي تدا رويدا كوا أمن وأمانكي خلل تدا درزبوا وأهلكي تدا ترسين دراينا والجواب عن هذا من وجهين لولامي أو برسيارة لدولا جواب دينه يكم يعني أن المراد جعل تلك البلدة آمنة من الخراب ما بس يويكوا أو شارع خوا تأمين بكيلوي كوا توشكاولبون نبي وهذا موجود بحمد الله أوش موجود هتاكو استا كاولي بسر نهاتيا ولم يقدر أحد على خراب مكة هيت كسجنيتواني كاولي بكا معلومة قصي أصحاب الفيلج معلومة كوا هاتوا بفيلكاني كعبي بيروز بروخيني خوي جورت سد بس دردشي بردن كواتا لا روانجي أو كوا كاول نبي فعلا كاول نبي تاريخ الشاهد لسروا خازن دلي وأورد على هذا الإتلير دا أويد أنتو ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة أو كوالا صحيحي لحديث صحيحات أبو هريرة جيريتوا كوالا صحيحين دا هاتي البخاري مسلم كوا بيان صوصا فرمويتي يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة كعبي كسيك دي كاول دكاتا كوا كسيك لحبشة بي قتري ذو السويقتين ياخذ وصفي ذو السويقتين كسيك حبشية دي تيشي دا كعبي تلعديو حديثة دلي وأجيب عنه ولامي أويكوا بأن قوله اجعل هذا البلد آمنا يعني إلى قرب القيامة وخراب الدنيا كوا تدعاكي لبوأوي حتى دنيا هشتا قيامتنا هاتيا خوايا بباريزة كوا فعلا ذو السويقتينش لكوتايا كاني روجا كاني دنيا نزيق بونوي قيامته وقيل هو عام مخصوص بقصة ذو السويقتين عندك دلين أو دعاء عامة فعلا بعام باريز راوة بلام أو استثناء لآخر زمان كرودة داتن سكبرو تيكتونا بل أو لوجهك كواتا لوجهي كام ما بس لو دعاء أو كوا أمين بلكاولبون فعلا أميني شو هتاك يصخوا يقول باراستيتي دوام أن يكون المراد اجعل أهل هذا البلد آمنين يا رب إخوة أهلي أو بلدي كوا مكة خوا لأمن أمان بيانجميري يعني لأمن أمان بيانجيني بلقي ويقول واسأل القرية أي أهل القرية وهذا الوجه عليه أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم كواتا بقولك دانا ويش زور بمفسرين لسر أواني كوا أو أمن أمانة لبو خلق كيتي بيز قالوا كوا لا كاولبون باريز لا خلق كيشي كوا أوي لوين دريشن أي لأمن أمان دجين وعلى هذا فقد اختص أهل مكة
بزيادة الأمن في بلدهم كواتە تایبەتمەندیەکی خوای گەورە لە نزیک دوعای ئیبراهیم بەخشیە بە ئەو کەسانێکەوە لە مەککەینە لە چەندین جێگاش خوای گەورە نیعمەتەی لەسەریان باز دەکات وەک لە سوورەتی العنکەبوت ئاەتی 67 ويتخطف الناس من حولهم ئیتر لە دەوروبەری مەککە خەڵک ڕفێندرا بەڵام ئەوان هەر لە ئەمن و ئەمان ژیاینە حتى إن من التجأ إلى مكة أمن على نفسه وماله من ذلك هر كسيك بستنا أو زيقا أمين دبي لخوي لمالي وحتى إن الوحوش إذا كانت خارجة من الحرم استوحشت فإذا دخلت الحرم أمنت واستأنست حتى وكو أو حيواناني كوا تشيوين كاتي كوا دسنوين داري كويدة بن لبروي أوانيش دزان تمشامان كردي همو أواني كوا سفريان لبو زيقا بيروزا كري بحزيان بعمره تماشا دەکەی کۆتر دێتە بن دەست و پێیان چکە دەزانین لەوێن دەری کەس نایکوژی ئەمن و ئەمانە حرامە هیچ کەسێک نەک بیان کوژی بشیان ترسێنی سبحان الله بقاعی دەڵێ لما دعا بالأمن من فساد الأموال والأبدان أو زاد دەڵێ لە پاش ئەوەی کەوا خوای گەورە سبحانه وتعالى باز لە دوعاکەی ئیبراهیم دەکا کەوا دوعای کرد ئەمن و ئەمان ببەخشی لەوەی کەوا ماڵ و سەریان و بەدەنیان سلامت بي وأمين بي أتبعه بالدعاء بالأمن من فساد الأديان كواتا يا كم زار باسي لأمن وأمان كركوا جستيان ولا شيان وماليان باريزراوبي أو زاد دعاء دكا كوا ديني شان باريزراوبي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي وأبعدني وأبنائي عن عبادة الأصنام يا رب خومو نوكانم ندور بخولوي كوا عبادة بالصنم مكان بكم وجعلنا في جانب والأصنام في جانب إتار واملي بكي خوايا بخومو بنا وكانم إما الذي هتيك بين بتصنم بجلازي هند دور بين كوا بهيش شويك لا فلسطين بتصنم نزيك نبينا ابن عثيمين درباري أو بشاءات دفرمي وجنبني نيفرمو وامنعني مالكو فرمي وجنبني لأن معنى وجنبني أي اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب وجنبني واتهند دورم كي وأم لزانبك بم عبادة أصنام لزانب يشكبي وهذا أبلغ من إمنعني أو بليغ ترى بهيس ترى الوكوابلي إمنعني لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد كواتا دور ترى لو أنا أسكو أجر تنهابي باسي منعي بكربا ليه نزيق با بلام نيكربا بلام دفرمي أون دل من دور بكي أم لزاني بيقبم أو لزاني بيق بخوا بتو صنم نبرستم وهلها ابن عثيمين لقول مفيد على كتاب التوحيد لا قيل المراد ببن اجنبني وبنية بني دل بنوه لصلبه واتا من دالكاني أو يكلا صلب خوينا ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق بلام أو إلا صلب خوينا تشينا إسماعيل وإسحاق صلى الله عليه وسلم السربي وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه وهو الأرجح كاتبني أجر بس ما بس صلب خوي أو دواننا بلام دليل رأي راجح ترى من دالكاني كلا صلبنا وأوي لباشوان جدي أو رأي راجح ترى وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته وآيات تريشيك وفعلا دعادك لبو نوو ذريتك شكوى لصلبي ويش بيداد بي وأيضا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع وأهلها آتكش بصيغة الجمع هاتية وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسماعيل إسحاق أو إسماعيل كواتا بخوي دو كريه أجر ما بس أو دوبا بمثنى داواي ذكر بلان بجمع داواي كرديه كواتا عيني كركاني خويك لصلبنا ونوكاني شيان رازي دليل ليرة برسيارك ديت بيش إبراهيم عليه السلام طلب من الله تعالى ألا يجعل أبنائه من عبادة الأصنام من عبادة الأصنام إبراهيم دعويك يا ربي خواه لنوكاني شم كسيق نبيك بتبرز بن وكفار قريش كانوا من أولاده يديك هو كافر كان قريشيش هل السلسلة إبراهيما للسلسلين وكان أون بتبرز تجبون ليرة دا ولام بتسن زيهتك دبي ولام يكام أراد من أولاده وأولاد أولاده كل من كانوا موجودين حال الدعاء ما بستي أواني كوا موجود من لو كاتي يشتاب خوي ما أبو من داركاني ومن دالي من داركاني شي كوا لو كاتي كدعاء ذكر ولا شبهة أن دعوته مجافة طبعا
أو منداڵەکانی و منداڵەکانیشی طبعا هەر دوور بوون لە پەرستنی أو كاتم بستي منداڵەکانیشی. وجه دوام أن هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاد نخر أو دعاء لبو همون وكاينتي بلان بتايبتي إيمان داران بلقى لسر أوي كلا آخر آت كذا لا آخر آت فمن تبعني فإنه مني أوي كوا شو كوتي من دبي أولا منا وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دين فإنه ليس منه سون كفرمي أوي كوا شو كوتي من أولا منا أوي شو كوتي من نية أولا من نية تنها دعاء لبو كصادك كوا لون وكو نوحيش كاتك وداوادك درباري كركي خواي يقول فإنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وجه السياميش لعله وإن كان عمم في الدعاء أجرت سبعام دعاء كردية إلا أن الله تعالى أجاب دعاءه في حق البعض بل أو بعام فرموي خومون وكانشم ران خواي يقول دعاكي قبولك لهندق لنا وكاني لهندق قبولي نكر كوش كواناك بابني وكو تحقيرك لبو دعاء أنبياء كخواي يقول هم قبول نكده وكو خواي يقول عين دفن كاتك وإبراهيم فرم إني جاعلك للناس إمام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لبو إمامتيش داوايكر كوان نوكاني خواي يقول فرمي لا ينال عهد الظالمين لو يندرش هم دعاء قبول نكر هندش قبول كر وهروها شنقيطيش دلي ضليتا عيني لدرباري پیغمبرش صلى الله عليه هر درباري إبراهيم عليه الصلاة والسلام دفرميتا ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين كواتا لذريته نوي إسحاقش هندشان محسن بون هندشان ظالم بون كواتا ما بس ليرة تنهال بو محسن وتساك كاركام بو والله أعلم ديارة مشتتريج ما بات من تفسير واته بلام لبرتوابوني كدوستين فبشتواني الله تعالى لواني داهاتو دين وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون